السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. طبعا النهاردة معانا ما شاء الله جلاش وكفتة وتومية. بس الصراحة هو الفيديو ده للجلاش بس، يعني عشان خاطر الكفتة طبعا كنت مفرزاها قبل كده فطريقتها مش موجودة. ممكن ابقى اعمل لها فيديو تاني لان الصراحة بتبقى جميلة اوي. طبعا ده الجلاش، عملنا جلاش اللي هو الصوابع ده والجلاش بتاعنا المشهور. والصراحة اقول لكم الفرق واني احلى يعني. دي اول حاجة ابتديت كده بالتعصيجة اللحمة اللي معانا. مبدئيا يا جماعة البشاميل، مكرونة بالبشاميل او المكرونة الطواجن او الجلاش عامة احلى حشو ليها بالصدور الفراخ. انا ما عدتش بعتمد اللحمة خالص خالص في الحشو. اوقات بتبقى جميلة وكل حاجة وفي ناس بتحبها طبعا عن الفراخ، دي طبعا اراء واذواق تانية. بس عارفين انا لما جربت الاتنين ما عدتش بحب الحشو غير بالصدور الفراخ، غير انها بقى متوفرة ويعني موجودة في كل بيت ان شاء الله. التعصيجة طبعا معروفة. في ناس بتنزل بالفراخ الاول، لا طبعا انا حطيت البصل وبعد ما البصل دبل كده بشوية حطيت عليه البهارات اللي هي بهارات لحمة وكمون والملح بتاعه. وبعد كده عملت فلفل رومي بيبقى طعمه جميل قوي في الحشو ده، وطماطمايه كده عشان خاطر اللون، ولو عندك فلفل الوان برضو. وبعد كده نزلت بصدر الفرخة اللي معايا. طبعا بقى حسب صدر الفرخة اللي معاكي، صدر 2 حسب الحجم تعملي البصل والكمية بتاعتك مظبوطة. في ناس بتحب تكتر البصل، في ناس بتحب تقلله. انا هنا حسب الكمية كان معايا صدر فرخة بس حوالي 400 جرام كده، مش مكمل نص كيلو يعني صغير كده. طبعا انتوا تبقوا سامعين اللي انا فيه اصلا. الفيديو ده دليل عن، يعني انا عندي نونو صغنن بيعيط، الفيديو ده دليل ان اي ام حرفيا مش فاضية مش فاضية بس حتى تشرب مية والله العظيم. يعني انا يدوب بس سبته دقيقتين كده، وهو السبب ان انا برضو معرفش اصور النتيجة بتاعة الفيديو ده. ربنا يبارك فيه يا رب. المهم هنا ابتديت بقى ارص الصواني. اول صينية، وعلى فكرة يا جماعة والله بجد اول طريقة دي اللي هي بنرص الجلاش في الصينية وبعد كده بنقطعه مربعات كده. الصراحة مش يعني لما جربت الطريقة التانية اللي انا بعملها قدامكم دي احلى بكتير وسهلة خالص خالص، وما بتاخدش وقت وبتتقطع وشكلها اشيك واحلى حرفيا بكتير من التانية المربعات اللي في الصينية. انا جربت ده وجربت ده وبقول لكم انهي احلى. الصراحة دي اللي انا حبيتها وشكلها احلى وجميلة، بس انا الصراحة غلطت لما حطيت ورقتين. انتوا ممكن تحطوا من 3 ل4 ورقات ماشي، او لا يعني 3 معقول، انما 2 لا. يعني الورقة بتفرق لان طبعا احنا بنبرم كذا مرة، فالورقة هتفرق معانا قوي. يعني انا حطيت ورقتين، وطبعا بين كل طبقة والتانية لازم ادهن سمنة عشان خاطر تبقى ايه طرية كده ومورقة وحلوة. ودي طبعا الصينية بقى، يعني دي اللي انا بقول لكم عليها. لا الصراحة التانية احلى منها بكتير بكتير. هنا بقى لازم تفردي في الصينية وتفضلي تحطي طبقات فوق بعض وكده. لا التانية احلى بكتير والله، بتطلع مظبوطة معاكي. بس زي ما انا قلت كده ايا كان الخليط معاكي ايه، تحطي معلقة او معلقتين من الخليط عشان خاطر الحشو يبقى حلو كده. ولا بقى بتقطعي بقى في صينية ولا حاجة، انت بتحطها متقطعة جاهزة. طبعا الجلاش اوعوا تنسوا ان انتوا تقطعوه قبل ما يدخل الفرن، عشان لما يطلع مش هتعرفوا تقطعوه هيتبهدل منكم. هنا اول واحدة قطعتها، والتانية بقى الصراحة مش عارفة هتيجي في الفيديو ولا لا. بس الخليط برضو لازم الخليط بتاع الوش عشان خاطر يتحمر. اللي هي بيضة وكوباية لبن. وطبعا الحركة اللي انتوا شفتوها دي لازم نحط البيضة الاول وبعد كده نزود اللبن يعني ما نعملش العكس خالص عشان البهدلة اللي حصلت دي. وفانيليا كده عشان خاطر الزفرة بتاعة البيض. وممكن بقى ايه رشة سكر، ليه بقى؟ عشان خاطر السكر هيحمر معانا الوش اكتر. بس طبعا وانت في التسوية وكده تخلي بالك لان في ثانية بيتحمر. دي رشة سكر ان انا حطيتها. ممكن برضو رشة ملح كده عشان تظبط الطعم معانا، ما يبقاش الوش ايه معانا مش حلو. وهنزل بقى بالخليط ده على الوش وبس. التحمير بقى بياخد معانا مثلا على نار هادية على الشواية من 5 دقايق، يعني مش هياخد حاجة، ومن تحت مثلا 10 دقايق وخلاص. وبس كده. طبعا كان معانا بقى تومية وكفتة، ان شاء الله في فيديو تاني هنزل لكم ليها الطريقة. بصراحة يا جماعة والله كان اكل جميل قوي، ربنا يتمها علينا نعمة وعليكم يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، وشكرا.